طبعا نحن في هذا اليوم نحتفل بالسينما المغربية، اليوم الوطني للسينما المغربية ولا الفيلم السينمائي المغربي. الغاية من هذا اللقاء طبعا هو تقاسم مجموعة من الأفكار، تقاسم مجموعة من المعطيات في أفق تحسين موضوع الورشة التي نشتغل بها، وهي ورشة المهرجانات السينمائية. الغاية كيف يمكن أن نطور هذه المهرجانات السينمائية سواء كانت نوع محلي أو وطني أو جهوي أو دولي، لأننا اتضح من خلال هذه الورشة أن هذه المهرجانات السينمائية في المغرب لها قيمة دبلوماسية ثقافية كبيرة جدا، لها قيمة اجتماعية اقتصادية ثقافية فنية إنسانية، من خلالها نتقاسم مجموعة من الأفكار، مجموعة من الورشات، مجموعة من الندوات، أيضا صورة المغرب عاشق للسينما والروايات ونابذ للعنف والكراهية والتطرف والقبح. طبعا حينما نحب السينما نحب الحياة، وحينما نحب الحياة نحب السينما. هنا نحب تحسين وتطوير هذه المهرجانات السينمائية بشكل جماعي. التفكير هنا هو تفكير جماعي، سواء على مستوى من يدير القرارات من يدير هذه المهرجانات أو نحن كمنتمين لهذه المهرجانات السينمائية. وهذه الغاية التي نسعى إليها اليوم هنا في